النهاردة جايب لكم فيديو مهم جدا لأي حد عايز يبدأ مشروع ويكسب فلوس من غير ما يصرف جنيه واحد. في الفيديو ده هشارك معاكم أفضل أفكار مشاريع للمبتدئين لعام 2025 بأفكار سهلة ومش محتاجة خبرة كبيرة وبدون رأس مال، وانت ممكن تبدأ بيها وانت قاعد في بيتك حالا. وعلشان ما نطولش على حضراتكم نبدأ بأول فكرة، البيع بالعمولة. كل اللي انت هتعمله انك هتسوق لمنتجات على الانترنت، وكل عملية بيع هتحصل من خلالها على عمولتك. بس كده هتاخد عليها نسبة ارباح بس متوسطة من الحاجة اللي انت بعتها، حسب طبعا الحاجة اللي انت بعتها. ده مثال، انا دلوقتي بعت شنطة معينة، الشنطة دي سعرها $50، انا ليا نسبة من $50 وليكن 25%. ال25 ديت بتجيلي والباقي بيروح للشاحن وصاحب الشنطة والموقع نفسه، بغلي عليه عشان اللي هغليه انا اخده. تمام. اما الفكرة التانية، ادارة صفحات السوشيال ميديا، ودي اكتر فكرة انا شايفها الناس ممكن تكون معاش واخدة بالها منها، والفكرة اللي محدش بيعرفها، ولما تعرفوها هتدخلوها. في شركات وافراد كتير بيدوروا على حد يدير لهم الصفحات، تنزل محتوى، ترد على التعليقات والرسائل، وتاخد اخر الشهر مبلغ محترم. فلو انت قادر على انك ترد على التعليقات، عندك خبرة ولبقة في الكلام، وعندك خبرة في تحميل الفيديوهات واستخدام المونتاج واكسل واللابتوب بشكل عام وكل شيء، فانت اكيد دلوقتي انت جاهز تدير صفحات السوشيال ميديا من اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، وارباحها عالية جدا والله صدقني. اما الفكرة رقم 3، الطباعة عند الطلب، تصميم تيشرتات واكواب اونلاين، ولما حد يشتري الموقع بيشحن ويطبع على طول من غير ما انت لا تشوف المنتج ولا هتحسه ولا تلمسه ولا هتمسكه ولا هتوصله ولا هتتفق مع شركة شحن توصله. بص بقى، انا هديك عليها مثال عملي. انت دلوقتي شخص محتاج مثلا انك تطبع وليكن علامة على التيشيرتات، انت هتقوم جاي منزل منشور وتقول ان انا هنا بطبع على التيشيرتات ومش عارف ايه وانت ما بتعملش اي حاجة، انت ما بتعرفش اصلا ازاي تطبع. تمام. فانت بتعرف ناس بتطبع وكده على الانترنت، وبتاخد مثلا وليكن على كل 100 فلنة بتاخد عليها وليكن $200. دي مثلا مثال، او $200، 150 او $200. انت بتقول انا بعرف ومش عارف ايه وعندي وخبره وي، بس انت قول التصميم اللي انت عايزها والسعر اللي انت عايزه، وليكن ال 100 فلنة اللي انت عايز تطبعهم سعرهم $250 او $150. الموقع بيقول لك $150، انت هتقول له $200. تمام. انت هتقول له الموقع والمعلومات وامتى التوصيل وي كل شيء. انت طبعا هيجي لحظة واحدة بس، هتقوم جاي مكلم الراجل اللي انت بتعرفه اللي شغال طباعة عند الطلب، انا هطلب وهو هيطبع ويوصل بدون ما انا اشوف ولا اي شيء. انا هقول له انت عايز ال 100 فلنة، تمام. انت طبعا هو ليه 150 وانت $200، انت هتاخد ال 50 تدي ال 150، وطبعا هو هيطبع ويخلص ويشحن على الموقع اللي انا اديته له، وانت بس تاخد 50 ده خلاص اطلع بره الموضوع، والباقي هيكون بين الطرفين التواصل ومش عارف ايه وكل شيء. تمام. فلو بعت لك طبعا بعد التصميم قبل التصميم ودك هيبعتها لك، انت بعتها لدك وخلاص، انت لا هتتفق مع شركة شحن ولا اي شيء. ولو حابين تفاصيل اكتر وتوضيح اكتر اكتبوا لي الفكرة دي بالكومنتات وان شاء الله هديها لكم، وطبعا كل شيء هيكون بينك وبين دكها. اما الفكرة الخامسة، التسويق بالمحتوى على اليوتيوب او التيك توك او الفيسبوك. تمام. ابدأ قناة عن مجال انت بتحبه، انا بحب الربح من الانترنت والابداع وتطوير ذات نجاح مالي لان بعمل عنه، اشترك. وطبعا بس تبدأ قناة بمحتوى قيم وحصري، هتبدأ تكسب من خلال الاعلانات، الرباعيات، السوبر ثانكس، السوبر شاك، زي كده. انت ممكن تربح من يوتيوب من خلال ما تفعل الشروط، ومن خلال انك تجيب فلوس بدون تفعيل الشروط. طب ازاي؟ انت مثلا ممكن لو قناة طبخ تعمل كورسات طبخ، وتقوم جاي العدد ده تحوله لانه اشخاص يشتروا منك كورسات الربح، كورسات الطبخ اللي انت صممتها، كورسات الربح من الانترنت، الربح من اليوتيوب، الطبخ، يدخلوا يشتروها، وانت كده كسبت اليوتيوب واستغليت الحساب اللي عندك اللي فيه عدد من المشتركين بانهم يتحولوا لاشخاص حقيقيين، يجوا عندك خبطوا عليك وقال لك خد الفلوس وهات الكورس. تمام. ايه رايكم بالطريقه؟ اكتبوا لي. وطبعا لو هتعمل كورس لازم تعرفه من الاي تو زد،
الأفكار دي يا جماعة ماهاش محتاجة رأس مال كبير، ركز معايا، لكن محتاجة التزام وصبر علشان تشوف النتيجة بعدين. قولي في التعليقات دلوقتي ايه أكتر فكرة عجبتكم، وعايزك تفتكر إنه أنت هتبدأ بإيه، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وتذكر إن دي منصة رمز الفكرة، المنصة اللي بتجمع بين الإبداع، تطوير